ولا الحدود السياسية بتاعة إثيوبيا كانت بالشكل اللي احنا شايفينه على الخريطة دي. الفترة دي اسمها فترة الفوضى الكبرى في إثيوبيا. الخديوي إسماعيل كانت ليه أطماع في إنه يضم إثيوبيا كلها داخل حوزة الإمبراطورية المصرية. العواف عليكم، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. إيه بقى موضوع إثيوبيا وليه لازم نبقى فاهمين تاريخها كويس جدا؟ ده لسبب بسيط جدا، وهو إن لما نعرف تواريخ الدول المحيطة أو الدول اللي في حوض النيل هنفهم أجزاء مهمة قوي من تاريخنا إحنا كشعب مصري. وكمان من خلال دراسة تواريخ الشعوب المحيطة والشعوب المتخمة لينا هنقدر نفهم كويس المستقبل هيحصل فيه إيه، وإزاي نقدر نتعامل مع الأحداث اللي شايفينها هتحصل مستقبلا من خلال أحداث التاريخ. وعلشان نقدر نفهم التاريخ بشكل صحيح فلازم نبقى فاهمين الجغرافيا والتركيبة السكانية بشكل صحيح لأي إقليم إحنا بنشوفه أو بندرسه. فبالنسبة لإثيوبيا هي دلوقتي دولة حبيسة. يعني إيه دولة حبيسة؟ يعني دولة ملهاش سواحل على البحر أو بتطل على البحر، فهي دولة بيحيط بيها دول أخرى. اتساع دولة إثيوبيا بيخلي فيها تنوع كبير جدا من الحياة والأقاليم الجغرافية والبيئية. فهنلاقي في إثيوبيا الهضبة اللي هي فيها هضبة النيل وفيها وديان وفيها أنهار متفرعة، وفيها البحيرة الرئيسية وهي بحيرة تانا. وكمان هنلاقي في الجنوب في إقليم الأورومو هضاب وسهول ومناطق فيها غابات كتيرة، علشان المنطقة دي أقرب للإقليم الاستوائي. كمان هنلاقي في إثيوبيا في مناطق صحراوية، مثلا إقليم الأوجادين في شرق الدولة الإثيوبية. التنوع ده عمل تنوع في التركيبة السكانية كمان، فبالتالي هنلاقي في إثيوبيا المزارعين والرعاة والتجار. كل التنوع ده بيندرج تحت قوميات كتيرة في إثيوبيا، بيصل عددها على حسب التقارير زي ما قلت قبل كده ل 83 قومية. القوميات دي كلها بتندرج تحت قوميات رئيسية في إثيوبيا. القوميات الرئيسية ديت أكبرها تعدادا هي قومية الأورومو، وبعد كده بتيجي القوميات التانية على حسب التقارير. دلوقتي القومية التي تليها في التعداد هي قومية الأمهرة، يليها قومية التجري، يليها قومية الأوجادين الصومالية في إقليم الأوجادين، يليها بعد كده القوميات اللي هي بيتقال عليها القوميات
الجنوبية، واللي هي أقرب ما تكون لقومية الأورومو وقومية الأوجادين. طيب إثيوبيا زي ما قلنا حاليا هي دولة حبيسة، بس الوضع طبعا ما كانش بالشكل ده، ولا الحدود بتاعت ولا الحدود السياسية بتاعت إثيوبيا كانت بالشكل اللي احنا شايفينه على الخريطة دي قبل 1884 و 1885. ونخلينا فاكرين التاريخ ده كويس، لأن ده تاريخ مهم جدا، مش بس في إثيوبيا ومصر، لا ده مهم كمان على مستوى القارة الأفريقية كلها. ليه؟ لأن في سنة 1884 1885 اتعمل مؤتمر برلين اللي بناء على القرارات اللي اتخذت في المؤتمر ده تم الاستيلاء أو تم احتلال أفريقيا كلها. خلينا فاكرين التاريخ ده في عقلنا. بس نرجع لإثيوبيا ونتكلم عن التاريخ الحديث فيها. احنا قلنا قبل كده ان تم الاصطلاح تاريخيا او تم الاعتراف تاريخيا ان سنة 1453 هي بداية العصر الحديث. وزي ما قلت لكم ان ده ما حصلش في بعض الاقاليم وبعض الدول، على يعني مثلا في اثيوبيا اللي احنا بنشوف تاريخها دلوقتي، الفترة من 1769 ل 1855 المؤرخين اتفقوا ان الفترة دي اسمها فترة الفوضى الكبرى في اثيوبيا. احنا لسه يعني معنى ده ان احنا لسه في اثيوبيا ما دخلناش للعصر الحديث. اشمعنى الفترة دي؟ لأن الفترة دي حصل تناحر كتير ما بين الأمراء الحرب أو الأمراء الإقطاعيين ما بينهم وما بين بعض علشان حد فيهم يبقى هو الإمبراطور، لغاية 1855 لما جه تيودور الثاني وقدر يحكم سيطرته على الوضع وخلى فيه شبه دولة متماسكة. بس المسألة دي ما استمرتش لفترة كتيرة، لأن اتقتل أو بيقال إن تيودور انتحر سنة 1869 مع خلال الحرب مع بريطانيا. قصة تيودور قصة رائعة وجميلة جدا من النضال، نبقى نتكلم عنها في حلقة لوحدها. المهم ان بعد ما انتحر او اتقتل تيودور سنة 1869 رجعت الفوضى السياسية جوه اثيوبيا، لحد اما جه الامبراطور يوحنا الرابع من 1871 لغاية 1889. قدر يعني نوعا ما برضو يرجع سيادة الإمبراطورية أو سيادة الدولة الأثيوبية على أغلب، مش كل، أغلب الأراضي الإثيوبية. ونقدر نقول إن الفترة بتاعة يوحنا الرابع ده كانت هي الإرهاصة الأولى لفكرة إن في حاجة اسمها قومية إثيوبية، وقدر يجمع القوميات الأثيوبية المتناحرة مع بعض دي في
جبهة واحدة علشان يواجه الجيوش المصرية اللي كانت جاية تحتل إثيوبيا وتضمها لحوزة الإمبراطورية المصرية خلال عصر الخديوي إسماعيل في الفترة دي. بس احنا لازم هنا نكون فاهمين ان سيطرة الدولة او سيطرة السلطة الأثيوبية على أغلب الأقاليم وأغلب القوميات أو الشعوب الأثيوبية في الوقت ده ما كانش من خلال رضا تام من الشعب. بمعنى تاني إن السلطة دايما ما بتبقاش مهتمة قوي بالشعب عايزه، هي بيكون ليها سياسة محددة واستراتيجية محددة بتحاول بتعملها عن طريق ايه؟ في حالتنا دي واللي هي حالة السلطة الأثيوبية في وقت حكم يوحنا الرابع، واللي كانت وقتها العاصمة في مدينة جندار في إقليم التجراي في شمال إثيوبيا. السلطة الأثيوبية بقيادة يوحنا الرابع في الوقت ده ومن العاصمة جندار في إقليم التجراي قدر يفرض سيطرة الدولة من خلال عدة حاجات، أهمها كانت علاقته الوثيقة جدا برجال الدين، واللي طبعا بتنشط مجهوداتهم جدا، خاصة لما بيبقى في انتشار للجهل وعدم التعليم للشعب. ودي كانت الحالة في الوقت ده للشعب الإثيوبي. التحالف الثاني أو التعاون الثاني اللي عملته السلطة الأثيوبية بقيادة يوحنا الرابع كان مع أمراء الإقطاع أو أمراء الحرب الإقطاعيين، لأن إثيوبيا في الفترة دي كانت لسه في العصر الوسيط اللي كان في سيطرة الأمراء الإقطاعيين أكبر من سيطرة الإمبراطور. فيوحنا الرابع عمل تحالفات مع الأمراء الأقوياء من الأمراء الإقطاعيين، وطبعا الأمراء الإقطاعيين دول كان ليهم جيوش واللي كانت بتتكون من المزارعين اللي تحت ايديهم، واللي كانوا في الفترة دي بيعدوا أقنان أرض. يعني ايه أقنان أرض؟ يعني بيشتغلوا في الأرض، ملهوش أي حق في لا تملك الأرض ولا إيجارها، هو مجرد إنه بيشتغل بياكل ويشرب هو وعياله وعايشين في الأرض دي. ولما صاحب الإقطاعية يحتاجوا في إنه يطلع حرب يسلحوا ويديله الأكل بتاعه ويطلع مع الحرب. هم دول الأقنان أو أقنان الأرض. التعاون الثاني اللي من خلاله يوحنا الرابع فرض سيطرته كان الجواسيس. الجواسيس كانوا منتشرين جدا ما بين الشعب وفي الأسواق، وطبعا كان ضروري يبقوا متواجدين كمان في بلاط الأمراء الإقطاعيين دول علشان ينقلوا للإمبراطور يوحنا الرابع الأمراء دول بيفكروا في إيه أو هيعملوا إيه، ممكن ده يبقى في مصلحة السلطة أو ضد مصلحة السلطة. آخر تعاون فرض من خلاله يوحنا الرابع سيطرة الدولة أو شبه سيطرة الدولة كان التعاون مع رأس المال الأوروبي في الوقت ده، واللي كانت بتمثله شركات الملاحة في الوقت ده. كان أهمها طبعا شركة الهند الشرقية اللي كانت بريطانيا مسيطرة عليها،
واللي احتلت عدن من فترة زمنية طويلة. الشركة الثانية كانت شركة إيطالية للملاحة، وهي شركة روباتينو الإيطالية، واللي اشترت أراضي ميناء عصب في السواحل الأفريقية، اللي هو بيعد قبال عدن في الساحل الآسيوي لخليج عدن. يعني عدن على اليمة دي وعصب على اليمة التانية، بس فرقها حاجة بسيطة. فكان التواجد الإيطالي في عصب على الساحل الأفريقي، والتواجد البريطاني في عدن على الساحل الآسيوي، ده علشان إحكام السيطرة الملاحية في العالم، وعلشان تأمين طرق التجارة اللي رايحة من الهند لأوروبا، وكمان السلع اللي كانوا ممكن بياخدوها من أفريقيا. أو المهم إن في الفترة دي كانت الإمبراطورية المصرية تحت قيادة الخديوي إسماعيل توسعت جدا، وتقريبا بقى البحر الأحمر شبه بحيرة مصرية، ووصلت السيطرة الإدارية للإمبراطورية المصرية لغاية راس حافون في الصومال حاليا، يعني على المحيط الهندي، ما عدا طبعا تواجد البريطانيين في عدن وتواجد الطلاينة في عصب. بس احنا هنا لازم نفتكر ما ننساش ان سنة 1840 كانت اتعمل مؤتمر علشان تحجيم دولة محمد علي. التحجيم ده لدولة محمد علي كان في أوروبا وعلشان يأمنوا الأستانة، بس ما كانش في الأجزاء بتاعة أفريقيا. علشان كده الخديوي إسماعيل قدر يستفيد من أن أفريقيا خارج حسابات أوروبا في الفترة دي، فتوسع، فتم ضم مناطق كتيرة جدا في السودان من دنقلة لغاية كردفان، وضم سواحل البحر الأحمر الأفريقية كلها، وأصلا سواحل البحر الأحمر الأسيوية في الحجاز كانت تحت الإدارة المصرية طبعا زي ما قلنا، ما عدا عدن. اللي خلى الخديوي إسماعيل يبقى مهتم بفرض السيطرة على سواحل البحر الأحمر كانت طبعا رغبته في اتساع الإمبراطورية، وطبعا السيطرة على طرق التجارة. بس كمان الخديوي إسماعيل كانت ليه أطماع في إنه يضم أثيوبيا كلها داخل حوزة الإمبراطورية المصرية. علشان كده في أكتوبر 1867 كان جعفر باشا مظفر رفع تقرير بأن سواحل البحر الأحمر الأفريقي والحد راس حافون ما كانتش تحت أي سيادة أوروبية. علشان كده قدر الخديوي إسماعيل يبعت الأسطول بتاعه يسيطر على المناطق اللي ما كانتش تحت السيادة الأوروبية أو الاستعمار الأوروبي في الوقت ده. وكمان فكر في إنه يأمن السواحل اللي كان سيطر عليها من خلال تأمين الظهير الداخلي، يعني من خلال تأمين المناطق الداخلية في للسواحل دي. فقرر احتلال وضم مدينة هرر
في إثيوبيا الحالية، في الشمال الشرقي لإثيوبيا الحالية، سنة 1875، واستمر الوضع كده لحد 1882 لما مصر وقعت تحت الاحتلال الإنجليزي. المهم إن في الوقت ده إثيوبيا زي ما قلنا كان فيها الإمبراطور يوحنا الرابع، واللي كان عايز يبسط سيطرته ويعمل دولة أو يعمل إمبراطورية قوية في إثيوبيا من خلال توحيد القوميات الإثيوبية المتناحرة مع بعض. بس كان قدامه عقبة مهمة جدا، أو زي ما بيقولوا في اللغة العربية كده عقبة كؤود، وهي ملك مقاطعة شوا في إقليم الأورومو، اللي هي دلوقتي فيها العاصمة أديس أبابا. اللي كان الملك في الوقت ده هو منلك الثاني، اللي هم بيتوارثوا حكم المقاطعة دي أبا عن جد بسبب الأسطورة الدينية، وده هنعرفه لما نيجي نتكلم عن الإمبراطور منلك الثاني. يوحنا الرابع علشان يقدر يعمل دولة قوية ويقدر فعلا يبسط نفوذه بشكل قاطع على الأقاليم الأثيوبية وعلى أمراء الحرب أو الأمراء الإقطاعيين في إثيوبيا، قرر إنه يحتل منطقة اسمها بوغوس ويقدر من خلالها يوصل لسواحل البحر الأحمر. المنطقة دي كانت في نزاع ما بين مصر وإثيوبيا عليها. ده غير ان يوحنا الرابع كان يعني عارف ان طالما ان الخديوي اسماعيل احتل وسيطر على سواحل البحر الأحمر ولحد راس حافون في المحيط الهندي، فهو كده ضروري جدا هيحتل إثيوبيا ويضمها للإدارة المصرية. فكان بيتم الإغارة بشكل متقطع من أمراء الحرب الإثيوبيين أو الأمراء الإقطاعيين في إثيوبيا على القرى الحدودية مع الإدارة المصرية في السودان. ده غير إن طبعا سيطرة مصر على السواحل، احنا قلنا انها ضروري جدا يسيطر على الأجزاء الداخلية علشان يأمن السواحل دي ويأمن طرق التجارة. فبالفعل تم السيطرة على أغلب المناطق دي، ومن ضمنها منطقة بيجوس. وكمان الخديوي إسماعيل ادى أوامره بضرورة السيطرة على هضبة جورة نواحي يعني في نواحي العطبرة، علشان يتم التأمين للمناطق اللي تم احتلالها، وكمان تبقى منطقة يرتكز من خلالها الجيش لضم أراضي إثيوبيا بعد كده مباشرة. وهنا حصل نوع من التعاون مع مين؟ الملك منلك الثاني أو سهلة مريم في مقاطعة شوا في جنوب إثيوبيا. ولحد هنا نقف ونكمل مع بعض ايه اللي حصل من مواجهات عسكرية بين مصر
واثيوبيا، وايه كان دور الامبراطور، او ايه كان دور سهلة مريم حاكم مقاطعة شوا، واللي بعد كده بقى هو الامبراطور منلك الثاني اللي فعلا هو أسس اثيوبيا الحديثة زي ما بنقول. أشوفكم الحلقة الجاية، ويا رب تكونوا طلعتوا بمعلومة مفيدة من الحلقة دي. كان معاكم داليا سعد الدين، مع السلامة.